وبعدين يعني طب ما هو في ستات كتير قوي بتعرف تسوق كويس جدا، وبتسوق في شوارع زحمه، وبتسوق في شوارع ضيقه، وبتسوق في حتت شعبيه، وبتسوق وسط ميكروباصات وتكاتك، وبتسوق على طرق سريعه وبتسافر. اشمعنى ما حدش بيصور الناس دي ويقول لهم اهو في بنات شاطره؟ ليه ما حدش بيصور الكلام ده ليه؟ بما ان في جدال كبير بين سواقه الستات وسواقه الرجاله، ودايما في خناقات ان مين احسن من مين ومين اشطر من مين، ودايما الرجاله بتتريق على الستات، ولما يجي يتريق على حد يقول ده سواقه حريمي. عشان كده عملت الفيديو ده، وهقول لكم بالظبط ايه الفرق بين الستات والرجاله في السواقه، وليه دايما الرجاله بتتريق على الستات مع ان في ستات شاطره جدا. تعالوا مع بعض نتكلم في الفيديو ده عن الفرق بين الستات والرجاله في السواقه. ولو اول مره تشوفيني، انا كابتن اسراء، كابتن فريق ايسوكار لتعليم السواقه للستات والبنات، وبعمل فيديوهات كتيره لتعليم السواقه علشان افيد البنات والستات اللي داخلين في المجال ده جديد. ويلا بينا نتابع الفيديو سوا. اول حاجه هنتكلم عنها هو القلب. قلب الراجل غير قلب الست. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل بيبقى قلبه جامد، دي الطبيعه اللي ربنا خلقه بيها، على عكس الستات قلبها بيبقى ضعيف شويه وبتخاف اكتر من الراجل. فعلشان كده الرجاله هتلاقي قلبهم جامد اكتر منهم، بحيث ان هو بيتهور بسرعه، بيبقى عنده نسبه تهور، عايز يدوس بنزين، عايز يسوق بسرعه. على عكس الستات بيبقى قلبها ضعيف، خايفه اكتر، جبانه اكتر، بتاخد ممكن شويه وقت اكتر من الراجل. هتلاقي اغلب الشباب او الرجاله بيبقوا عايزين يدوسوا بنزين ويجروا، عايزين يتعلموا بسرعه وعايزين ينجزوا الموضوع بسرعه. على عكس اغلب الستات والبنات هتلاقيهم بياخدوا شويه وقت وقلبهم ضعيف شويه. الخوف والقلق والتوتر عندهم بيبقى ازيد شويه. ولكن ده برضو مش معناه ان في بنات مش متهوره. للاسف في بعض البنات والستات بيبقوا متهورين جدا في السواقه، وبرضو عايزين يدوسوا بنزين وعاوزين، وده للاسف بيبقى في منتهى الخطوره. الشخص المتهور سواء بنت او ولد بيبقى في منتهى الخطوره للسواقه، وبيعرض صاحبه لاكبر مشاكل، وممكن لا قدر الله يعمل حوادث او مشاكل كتير. تاني حاجه، في بعض الرجاله او الشباب بيتعلموا السواقه لوحدهم. ممكن نيجي نساله انت مين علمك السواقه؟ يقول لك انا اتعلمت لوحدي. بيبقى من وهو صغير قاعد جنب باباه بيشوف بيعمل ايه، او بيقابل ناس كتير من اصحابه بيسوقوا فبيعرف هما بيعملوا ايه، فينزل هو يتعامل مع نفسه، وحبه في حبه اسبوع في اسبوع تلاقيه بيسوق لوحده. وده بعض الرجاله بتعمله، مش كلهم. في ناس ممكن تتعلم لوحدها، وفي ناس لا بتحتاج حد متخصص، او ممكن تتعلم مع حد من اهلها، تروح مدارس سواقه تتعلم معاهم. انما بقى الستات لا، الستات صعب ان احنا نلاقي، او نادرا ممكن نلاقي بنت مثلا اتعلمت لوحدها. دي بتبقى موجوده بس حالات نادره جدا. اغلب الستات والبنات دايما بيحتاجوا التوجيه، بيحتاجوا حد يقول لهم خطوات معينه يمشوا عليها ستيب باي ستيب، ان هم عايزين حد يديهم تعليمات، عايزين يديهم حد معلومات، وهم يمشوا عليها ويبداوا يمارسوا. نمره 3، الخوف والتوتر والقلق. الخوف والتوتر والقلق زي ما قلنا في نقطة واحد مرتبطة بالقلب، ولأن طبيعة الست غير طبيعة الراجل، فهنلاقي إن الخوف والتوتر والقلق عند الستات بيبقوا أكتر شوية من عند الرجالة. وعلى فكرة الستات بيبقوا أكتر حرص شوية من الرجالة في السواقة، لأنها متوترة أكتر، قلبها ضعيف أكتر، فطبيعي بتبقى حريصة أكتر ومخلية بالها أكتر من الراجل. ولو هنلاحظ حاجة هنلاقي إن الرجالة هم الأكتر تهور من الستات. رابع حاجة، المشاكل اللي بتقابل الستات. يعني مثلا هنلاقي الستات مشاكلها من نوع اللهبل، يعني محتاسة في ركنة، خدت يوتيرن غلط، خبطت العربية خبطة واتحكت منها في زحمة، وهي راكنة تحت البيت اتخبطت منها أو في أي حاجة، بتاخد يوتيرن فالعربية طلعت فوق الرصيف، خدته مرة على الواسع، خدته مرة على الضيق. يعني حاجات من هذا النوع القبيل من الحاجات الهبلة يعني. او مثلا حدفت على حد جنبها وهي ماشيه في حاره جنب حاره، فخبطت يعني اتحكت في حاجه من اللي جنبها، حودت على حد يمين او شمال، حاجات زي دي. انما مشاكل الرجاله بقى بتبقى بمصيبه، بكارثه، في حاجه كبيره. يعني ربنا يا رب يستر طريقنا ويبعد عننا كل شر. بس بجد الشباب المتهور بالذات في السواقه تلاقيه بيعمل مصيبه، يعني يوم ما بيعمل حاجه مش حاجه بسيطه كده عاديه، احساس في ركنه او لا، ده يعني لا قدر الله بيعمل كارثه، وبترجع الكارثه دي بمصيبه في العربيه غالبا. يعني العربيه بتتخبط خبطه محترمه فبتتكلف فلوس محترمه. وده طبعا مش معناه ان الستات ما بتعملش الكوارث دي، لا برضه بيعملوا نفس الكوارث دي، بس يعني يمكن نقول ايه، ان كوارث الستات الى حد ما اهون شويه من الرجاله. وعلى فكره ده مش موجود في مصر بس، ده في كل الدول العربيه وفي كل دول العالم، ان الستات هتلاقيهم جبنه شويه وخايفين، فحوادثهم ممكن تكون بسيطه وصغيره يعني. انما الرجاله لا قدر الله يعني حوادثهم الله اكبر، يعني حدث ولا حرج،
ويا رب ما نحسدهم عليها، حوادث صعبة وشنيعة وربنا يكفينا الشر. أما خامس حاجة بقى من ناحية الاهتمام بالعربية، أغلب الرجالة هتلاقيهم مهتمين قوي قوي بالعربية وبيخلي بالهم قوي على عربياتهم، ممكن يحبوا العربية أكتر ما يحبوا أمهم وأبوهم وعيالهم وأزواجهم. يعني بصي بيحبوا العربية جدا، وفي رجالة عاشقة للعربيات وبتهتم بيها قوي، ولو اتخبطت خبطة ولا اتحكت حكة يلوي يبقى يوم اسود. في حين ان بعض الستات او اغلبهم ما بيهتموش بالموضوع ده، وفي ستات على الله حكايتها، يعني هي ما تعرفش اساسا العربيه دي بيتحط لها ايه غير بنزين وبس. بس برضو في ستات تانية بتخلي بالها كويس قوي من العربيه، وخصوصا لو العربيه دي بتاعتها وهي بتحبها او حابه المجال وحابه السواقه، هتلاقيها بتخلي بالها كويس قوي من العربيه. يعني في النقطة دي هنقول إن الرجالة بتهتم أكتر من العربيات وبتحب العربيات أكتر من الستات شوية. سادس حاجة مدة الممارسة. أعتقد أغلب الرجالة أو الشباب ممكن ما بياخدوش وقت كبير زي الستات، يعني الستات ممكن تاخد مدة أطول شوية في الممارسة، وده طبعا راجع لأنها متوترة وقلقانة وخايفة أكتر وقلبها ضعيف أكتر، فطبيعي إنها تاخد وقت أكبر شوية عشان تمارس وتنزل وقلبها يتجرأ وتبقى كده جدعة على الطريق وعارفة تسوق وتتعامل. سابع حاجة وهي الاستسلام أو الخوف من نظرات المجتمع، ودي طبعا موجودة عند الستات أكتر بكتير. في ستات وبنات كتير قوي بتستسلم للي هيحصل، يعني هي قلقانة من اللي هيحصل، خايفة من الناس اللي حواليها، خايفة لما تنزل الشارع حد يشتمها، حد يهينها، حد يتريق عليها، حد يضايقها، حد يعاكسها، أو خايفة إن حد يأذيها أو يخبطها. فطبيعي جدا الخوف والقلق والقلب الضعيف طبيعي هيتأثروا جدا بالمجتمع اللي حواليها، وخصوصا لو هي طبيعتها جبانة وخوافة أصلا. أول لما هتيجي تنزل السواقة وتتعامل وتتفاعل مع الناس اللي في الشارع وتقابلهم، ممكن جدا ما تكملش وما تستمرش، خوفا بس من نظرة المجتمع، وده اتريق عليا وده أهني وده شتمني وده يا لهوي كان هيخبطني. فعلا في ستات كده والله بتخاف جدا، مش بتخاف من السواقة نفسها والعربية والطريق قد ما بتخاف من الناس اللي حواليها، اللي هيشتمني واللي هيكلمني واللي هيكلكسني واللي كان هيخبطني واللي طلع معايا على الطريق وزنق عليا كان مش عارفه هيخبط لي العربيه او كان هيرميني من فوق الكوبري. فطبعا لو هي طبيعتها جبانه وخوافه هتستسلم جدا للموضوع ده، وخصوصا برضو لو الموضوع مش مهم قوي بالنسبه لها وهي نزلت تجرب فلاقت حاجات من دي وهي طبيعه شخصيتها بتتاثر بالحاجات دي، فبرضو ممكن ما تكملش. ده غير كمان بقى لو هي من النوع اللي بيتاثر بكلام الناس اللي حواليها او المقربين منها، اصل جوزي احبطني وقال لي بلاش تسوق انت مالكيش فيها، اصل حماتي مش موافقه جوزي يجيب لي عربيه وانزل، اصل سلفتي مش عارفه ايه، اصل اختي بتقول لي ايه، اصل ابويا بيعمل لي ايه. لو هي برضو من النوع اللي بيتاثر من الناس اللي حواليها والناس اللي حواليها احبطوها ربنا يسامحهم، يعني برضه هتستسلم وممكن ما تكملش. لكن الموضوع ده عند الرجاله اعتقد مش موجود، لان هم ما عندهمش مشكله في الموضوع ده، لان طبعا احنا في مجتمع شرقي اي حاجه الستات بتعملها بتطلع وحشه ويكي، حتى لو بتعملها كويسه جدا وشاطره فيها برضه لازم يتريقوا عليها. لكن الراجل ما عندوش النقطه دي، ما عندوش مجتمع ممكن يتريق عليه او يبقى خايف من حد او جبان، فبينزل يتعلم ويدوس في الموضوع ويمشي عادي جدا. على فكره انا قابلت نماذج كتير من الستات اللي جت وقالت لي انا اتحديت الدنيا كلها عشان اسوق، انا جربت اتعلم مع فلان وعلان واحبطوني وكرهوني في عيشتي، اللي تقول لي اتعرضت للتنمر واللي اتعرضت للسخريه واتعرضت للمعاكسه، بس برضو بيفضلوا مكملين ومصرين ومصممين على هدفهم، والحمد لله ربنا بيوفقهم وبيكملوا وبينزلوا، وربنا يعني بيكرمهم وبيروحوا يعملوا الرخصة وبيمشوا زيهم زي أي حد، لا بيبقى في فرق بين ست ولا راجل. وفي النهاية أحب أوجه رسالة لكل الرجالة اللي دايما يتريقوا على سواقة الستات. احنا هنا مش بنقول مين أفضل من مين، على فكرة الموضوع ملوش علاقة بالجنس، يعني ملوش علاقة بالست أو راجل، أيا كان مين يسوق ست ولا راجل، مين أشطر مين أحسن مين أسوأ مين ما بيعرفش قوي، الموضوع مش كده ولا بيتحسب كده، الموضوع كله بيتحسب حسب الشخصية نفسها. السواقة دايما محتاجة قلب جريء وقلب جامد وإصرار وعزيمة وممارسة كتير وخلاص الموضوع خلص. حتى لو كانت بنت قلبها ضعيف وخايفة وعندها حاجات كتير ممكن كل ده يتعالج عادي، لكن المشكلة كلها في المجتمع اللي على طول بيتريق على الستات مهما تعمل أي حاجة. يعني دايما الرجالة يتريقوا على سواقة الستات ويقول لك أصل دي سواقة حريمي ودي ما بتعرفش تسوق ودي سواقتها أي كلام عشان دي واحدة ست، على اعتبار يعني ان واحده ست دي نوع من انواع الاهانه والشتيمه، مش ده نوعها يعني اللي ربنا خلقها بيه، لا هو ده شتيمه عند المجتمع يعني. فمن فضلك يا سيدي الرجل او يا عزيزي الرجل لما تشوف واحده بنت او ست بتسوق مفيش داعي ابدا للسخريه او التنمر عليها، لان هي اكيد في ظروف اضطرتها تنزل تسوق،
مفيش واحدة فينا يعني مبسوطة إنها تتبهدل أو تتمرمط إلا لو في ظروف جبرتها إنها لازم تنزل. أكيد هي محتاجة السواقة، مش نازلة تتدلع يعني، وأكيد بتخدم حد من أهل بيتها أو بتخدم نفسها أو عيالها أو جوزها، فأكيد هي مثلا اتعلمت السواقة لهدف محدد. فما فيش داعي ابدا للسخافه واللي مؤاخذه يعني قله الادب ان حد يطلع يصور واحده محتاسه في ركنه ويركب عليها اغنيه اللي قادره على التحدي والمواجهه، عشان نقعد بقى نسف ونعمل نسب مشاهده والحوارات دي كلها علشان بس واحده مش عارفه تركن. في حين ان حضرتك لو شفت مراتك او مامتك او اختك او بنتك حد صورهم بالمنظر ده ونزلها على السوشيال ميديا عشان يتريقوا عليه، اكيد انت مش هتحب حاجه زي دي لاهل بيتك. فاكيد اللي ما تقبلوش على اهل بيتك يا ريت ما تقبلوش على اي حد تعمله في حد غريب انت ما تعرفوش. ولو يا سيدي لقيت واحده محتاسه في ركنه ومش عارفه تتعامل، انزل ساعدها وخد ثواب، يعني ده حتى هتدعي لك وربنا هيكرمك وهتبقى صدقه جاريه لعمرك كله. كل ما هتيجي تركن هتفتكرك وتفتكر انك وقفت معاها. وبعدين بقى بمناسبة الركنات، في على فكرة رجالة كتير برضو ما بتعرفش تركن، يعني عادي، أنا والله بشوف شباب ورجالة كتير في الشارع بيليطوا في الركنة وبيعكوا يعني عادي، ما بطلعش بقى الموبايل واقعد أصورهم وأقول لهم ها الرجالة ما بتعرفش تسوق. وبعدين يعني طب ما هو في ستات كتير قوي بتعرف تسوق كويس جدا، وبتسوق في شوارع زحمة وبتسوق في شوارع ضيقة وبتسوق في حتت شعبية وبتسوق وسط ميكروباصات وتكاتك وبتسوق على طرق سريعة وبتسافر. اشمعنى ما حدش بيصور الناس دي ويقول لهم ما هو في بنات شاطرة؟ ليه ما حدش بيصور الكلام ده؟ ليه ما بتصوروش واحدة تخش في ركنة بين عربيتين ضيقين ويا دوبك المكان على قد عربيتها وتخش هي تركنها وتظبطها زي احسن راجل بيسوق؟ ليه ما حدش بقى بيصورها ويقول شايفين الستات الشاطرين، شايفين البنات الجدعين؟ لا، احنا نصور البنات اللي ما بتعرفش تركن والمحتاسه في الطريق واللي بتعك الدنيا، واول ما ننزلها نقول ها ها الستات كلها ما بتعرفش تسوق. لا بقى معلش، الستات انواع، في ناس بتعرف تسوق كويس قوي واحسن من الرجاله، وفي ستات نص نص، وفي ستات منيلين خالص ومستواهم ضعيف، لكن ما ينفعش نعمم ونقول ان كل الستات ما بتعرفش تسوق. ورسالتي الأخيرة للستات، يعني بصراحة يعني أنا بستعجب على الستات قوي، خايفين من السواقة ليه؟ يعني إحنا كستات بنتحمل ولادة ووجع وتربية عيل وطلق طبيعي وطلق صناعي وولادة قيصرية وولادة طبيعية، عيل بيزن وعيل بيصرخ ومسؤوليات بيت وطبيخ وعيال وغسيل وبلاوي سودا أنت بتتحمليها. جت يعني على العربيه اللي حته الحديده دي انت خايفه منها، والحديد اللي حواليك كده خايفه من الميكروباص الفلاني والتوك توك اللي قد الصرصار ده خايفه منه؟ جمدي قلبك شويه، ايه المشكله يعني؟ وانت اول ولا اخر واحده هتسوق؟ ما كل الناس بتسوق يا ستي وسيبيها على الله. جمدي قلبك انت بس وانوي النيه، وصدقيني الموضوع في السواقه بيفرق جدا جدا في شخصيتك، هيديكي ثقه في النفس وهيحس ان انت مستقله كده ومش محتاجه لاي حد، يعني بتنزلي تعملي مشاويرك، مش مستنيه بقى تقعدي تتحايلي على جوزك والنبي وديني المشوار الفلاني، ولا اخوكي ولا باباكي والنبي حد ينزلني يوديني مش عارفه ايه، وتبقي شايله هم كل مشوار عايزه تنزليه ولا حاجه عايزه تشتريها ولا خروجه عايزه تروحيها. تبقي مستقله كده، عندك عربيتك او العربيه بتاعت جوزك او باباكي او مامتك، مفتاحك معاكي، عايزه تنزلي تجيبي اي حاجه بتنزلي على طول، مشاويرك سهله، الدنيا معاكي سهله، تبقي سترونج اندبندنت وومن كده في نفسك، لا محوجه لحد ولا تقعدي تتحايلي على حد عشان يوديك ويجيبك. فجمدي قلبك كده وتعلمي، وان شاء الله ربنا هيوفقك وما تقلقيش من اي حاجه. ولا في ستات احسن من رجاله ولا في رجاله احسن من ستات، كل الناس كويسين بس لما يعملوا الصح ويمشوا صح ويمارسوا صح. انما مفيش حاجه اسمها دي سواقه ستات والستات ما بتعرفش تسوق، لا، في ستات شاطرين قوي وكويسين قوي وبيعرفوا يسوقوا احسن من مليون راجل. سيبك انت من المجتمع اللي بيقول كده، خليكي في نفسك وفي شطارتك ومارسي صح، وان شاء الله ربنا هيوفقك. وبس كده.